يا صباح الفل وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله يكون شهر كريم كده ومبارك بإذن الله. ده آخر لانش بوكس بدون شر قبل بقى ما ناخد أجازة رمضان. أول يوم في رمضان ده أجازة من الحضانة، وكمان في لسه جمعة وسبت، يعني لسه هيرجعوا على يوم الأحد. كنت بوريكم العلبة ديت بتاعة الفطار، أنا معتمداها حاطة فيها كل الجبن والحاجات اللي أنا بحتاجها في اللانش بوكس، فبجد حلوة أوي ومنجزة. المهم نزلت الكتكوت الحضانة ورجعت بقى عندي غسيل، يعني شغلت الغسالة 3 مرات تقريبا النهاردة كده. عايزة اخلص كل اللي ورايا قبل بكرة، وبعد ما خلصت كل الغسيل اللي ورايا كمان عملت دورة تنظيف للغسالة، اللي هي تنظيف الحوض بتاعها. علشان هي طبعا اتمرمطت الفترة اللي فاتت دي في غسيل ستاير وبتاع، وبقالي فترة ناسية اعمل لها اصلا دورة تنظيف. وخلصت بقى الحاجات ديت ونشرت وكل ده، وقعدت بقى في رواق كده اعمل حشوات للسمبوسة. انا جايبة سمبوسة، جايبة لفتين، هعمل واحدة جبن وهعمل واحدة لحمة مفرومة، وكمان جايبة جلاش هعمله لوحده، هعمله رول كده هتشوفوه دلوقتي. الجبن بقى انا حطيت موتزاريلا وتركي وفلفل ملون، وكمان حطيت كيري. وقلبتهم كده على بعض، ومش بحب ازود اي حاجة تانية. واللحمة المفرومة بقى هعملها بطريقة سهلة اوي كده، هنعملها سوا. في ناس بتحب تضيف جبن اكتر، وفي ناس بتحط طماطم وكده، بس يعني انا اكتفيت بدول ومش بحط بقى توابل ولا اي حاجة، لان يعني الاكل بيبقى اصلا السمبوسة يعني بتبقى حاجة كده جانبية جنب الاكل، فمش عايزاها يبقى فيها توابل كتير، تبقى بسيطة كده. ومش بحب برضو يبقى فيها حاجات كتير، يعني هما صنفين 3 جبن وعليهم فلفل ملون خضار كده في النص وخلاص كده، والجبنة الموتزاريلا اساسي في الجبن عشان بتبقى بتديها طعم خطير. بصراحة قبل ما ابدأ شغل في السمبوسة شفت كمية فيديوهات حشوات وخلطات وحاجات وافتكاسات على النت. حاجات حلوة قوي برضو، بس يعني انا قلت لا، خلينا في التقليدي احسن. في ناس عملت حشوات بالسبانخ وحاجات كده، فانا لا، قلت خلينا في العادي جبن والمفروم، ده الصنفين اللي يعني اكتر صنفين متداولين ومعترف عليهم في سفرة رمضان. بالنسبة للمفروم بقى انا يدوب بس خليت البصلة تدبل كده على النار في معلقة سمنة، في معلقة زيت سوري، معلقة زيت بسيطة قوي، وحطيت فوقيها اللحمة. يا دوب برضو اللحمة خدت لون كده، والتوابل اللي حطيتها ملح وفلفل ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة. بس كده قلبتها، اول ما اللحمه خدت لون ضفت عليها بقى ايه، جزرايه كبيره مبشوره. انا ما جربتهاش التركه دي قبل كده، بس شفت شيفات كتير وناس كتير قوي عملوها، قالوا ان الجزر بيدي طعم مسكر كده شويه في اللحمه في السمبوسه، فبتبقى حلوه. فقلت هجربها السنه دي. وكده كده احنا بنحب الجزر، يعني الجزر مش وحش، وفعلا هي حاساها تبقى يعني ايه، بدل ما تبقى كلها لحمه بس، الجزر هيكسر كده ايه اللحمه شويه. فقلت اجربها بقى السنه دي. اول برضو ما سبتهاش كتير على النار، يعني هي كده كده السمبوسه هتتحط في الزيت وهي بتتقلى. لو فرضنا ان اللحمه لسه نيه، بس هي مش نيه، هتكمل سواها في الزيت. بس هي اللحمه المفرومه التعصيجه بتاعتها متاخدش وقت، معروف يعني. يا دوب بس قلبت كل الحاجات دي مع بعض وسبتها دبلت دقيقة واحدة بس، وقفلت عليها وهشتغل فيها لما تبرد عشان الفها براحتي. عايزه اقول لكم بقى ان انا رمضان ده عايزه احاول ادخل اصناف مختلفه في اكلنا كتغيير يعني في الايام العاديه مش بناكل سمبوسك ده كتير، او يعني نادرا لما بعملها، بس بعتمدها اكتر في رمضان. فزودت بقى المره دي ايه تاني، عايزه مش عارفه، حاسه ان انا عايزه اعمل بقى اصناف مختلفه. الفراخ نجرب تتبيلات مختلفه، الطبيخ نعمله بطريقه مختلفه كده يعني. المهم بقى قولولي انتوا اول يوم رمضان عازمين ولا معزومين، وهتاكلوا ايه يعني؟ في مصر هنا معظم الناس بتعمل محشي، بس احنا اول يوم ده هنعمل لحمة ورقاق ورز معمر وحاجات كده، صينية بطاطس ممكن كده. احنا معزومين الصراحة. فانتوا بقى من الناس اللي عازمة ولا معزومة اول رمضان؟
وطبعا علشان الوقت يعدي عشان انا هعمل لفتين بحالهم فشغلت بودكاست كده وقعدت اسمع اعمل حاجة مفيدة وانا بشتغل. عايزة اقول لكم ان انا بقالي فترة بهذب نفسي كده مقللة كتير جدا 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 ان انا اسمع اغاني، ودي حاجة يعني غير عادتي. انا بحب اسمع اغاني، بس انا بقالي داخله في سنه مش بسمع اغاني كتير خالص، بسمعها بس مش يعني قليل قوي. فبحاول اسمع بودكاست كتير، على الاقل بطلع منه بمعلومه مفيده يعني. فبدور كده على النت لو انا مش مفيش في دماغي حاجه معينه عايزه اسمعها النهارده، بدور على النت كده وبطلع حاجه مفيده اسمعها وانا بشتغل وانا بنضف وكده. بجد بتبقى حلوه قوي. خلصت بقى لفه السمبوسه الاول الجبن وحطيتها تجمد، بسيبها بس شويه كده تجمد في الفريزر عشان اعرف امسكها واعبيها. بشيلها بقى يا في علب اعرف اطلع منها، يا اما بحطها في اكياس على قد الوجبات. بصوا بقى السكر اللي جت من الحضانه دي وقعدت تساعدني، كانت مصممه تقولي لا انا هعملها لوحدي، فقلت لها اعملي كذا وكذا وهي عملت كذا واحده كده لوحدها. رحت جبتها من الحضانة، وهنا كنا بنعمل بقى الحشوة بتاعة اللحمة المفرومة. لما خلصتها برضو سبتها تجمد شوية كده مفرودة في صينية، علشان لو حطيتهم كلهم وهما طريين مع بعض في علبة او في كيسة هيمسكوا في بعض، فبسيبها تجمد كل واحدة لوحدها وبعدين اقسمها وجبات، او لو هعمل علبة لو في عزومة او كده اطلعها تبقى علبة لوحدها. وحطيت عليهم طبعا كده كتبت في الستيكر ده علشان ابقى عارفه ايه المفروم وايه الجبن علشان ما تهش. السنه اللي فاتت ما كتبتش وكنت تايهه وكنت بكتشف بقى وقت الاكل. الحشوه دي بقى انا عملتها كده بالصدفه، انا كده كده كنت جايبه لفتين جلاش وشايلاهم علشان اعملهم صينيه عادي. بس انا النهارده وانا بفضي بعمل تشيك كده على التلاجة والجبن علشان اشوف هنجيب ايه للسحور. عندي الجبنه دي جبنه اللي هي بالفلفل حاميه شويه، فخلاص احنا مش هناكلها في السحور علشان طبعا حامية عشان ما نعطش. دي بتاعة الفطار كنا في العادي بنفطر بيها، فلو سبتها في التلاجة مش هناكلها وهتبوظ وهتترمى. فقلت لا خسارة، حتى لو حطيتها في الفريزر انا مش عارفة بعد رمضان بقى هتبقى طعمها كويس ولا هتغير. فجت لي بقى الفكرة ان انا اعملها رولات كده في الجلاش، اعمل جلاش رول كده واعمل الجبن ديت ازود عليها كل الجبن اللي باقية عندي من السمبوسة بتاعت الحشوات، علشان تهدي بس اللسعة بتاعت الحميان بتاعتها واحشيها. فحطيتها وحطيت عليها بقى الفلفل الالوان، وكان عندي كام فلفل اخضر كده حطيتهم، وباقي التركي المبشور وباقي الموتزاريلا كلها. وكمان هنا كانت جبنه فيتا كده، حطيت كل الحاجات اللي احنا خلاص الجبن البواقي اللي احنا يعني هي نضيفه وكل حاجه بس انا مش هرميها يعني، علشان هنجيب بقى جديد للسحور وفي حاجات حادقه خلاص مش هينفع ناكلها، فلا قلت استفيد بيها وفي نفس الوقت مش هتترمى، كحفاظ على النعمة يعني وتقديرها. فقلبت بقى كل ده على بعض وانا حاسه ان هي هتطلع اصلا احلى طعم فيهم. قلبتها وقلبتهم كويس قوي، وابتديت بقى احشيها في الصندوق في الجلاش. خدتها معايا وكنت لفة الجلاش كنت مغطياها بقماشة علشان ما تنشفش. هي اصلا انا مطلعاها من الفريزر، المفروض كنت اجيبها طازة علشان ما تتقطعش كده، بس انا كنت مطلعاها من الفريزر بقى لما فكت شويه حسيت ان هي شويه مقطعه كده بس مش كتير، هما كام ورقه كده. بس عملتها بقى رولات وبجد شكلها حلو قوي، مختلفه عن السمبوسه خالص، وهتتقلى في زيت عادي او لو حد عنده اير فراير او كده. فانا حاسه متفائله فيها خير كده ان دي هتبقى احلى من السمبوسه، مش عارفه ليه. المهم بقى بصوا انا فردتها كده وضغطت عليها بقى وهقفل عليها كده من الجنبين علشان ما تطلعش، وهرولها بقى تبقى مقفولة من كل الاطراف، والاطراف والطرف الاخير ده كأني بقفل السمبوسة عادي بمية ودقيق كده وهقفلها. وعملت كل لفة بنفس النظام، وما شاء الله اللفة كملت معايا كل الجبنة يعني اللفة خلصت والجبنة كمان الحشو بتاعها خلص. سبتها برضو في صينية، سبتها دقيقة بس ولا دقيقتين في الفريزر مسكت نفسها مكان ما الدقيق كده في الطرف ينشف. وبعدين برضو حطيتها في علب على جنب، خزنتها. عملت كام علبتين كده على حسب وجبات، لو احنا اللي هناكل علبة كبيرة علشان ايه ان شاء الله في العزومات او كده اطلع واخد منها.
فيه من التلوث ومناقضة هذه الطاعات من الذنوب والمعاصي التي ملئ بها القلب، ما يناقض هذه الطاعة. تيجي تدخل طاعة القلب يرفض، تيجي تدخل طاعة القلب مشغول. ولذلك زي ما انا كنت بقول من كام يوم على الصفحة عندي، ان القلب ده عامل زي طول السنة عمال تملأه 11 شهر او 10 شهور بتملأه الذنوب، تملأه فيه الذنوب. معكم في قراءتها محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيع. إخوة الإيمان والإسلام، انا حاسه ان انا عندي كنز في التلاجة، مش مجرد سمبوسك خالص. حاسه ان انا يعني مستوره كده الحمد لله. المهم خلصت من المهمه ديت وكنت غاسله الكفر بتاع الانتريه، هرجعه علشان طبعا من غيره الدنيا يعني ما ينفعش خالص، هو ده الحاجه الوحيده اللي بتحميه. رجعته كده وقلت بقى خلاص هبتدي اعلق الزينه النهارده. انا مش بحب اعلق الزينه قبلها بفترة كبيرة علشان احس بزهوة ودخول ان فعلا بكرة رمضان. فشلت كل الديكورات بتاعتي على الترابيزة وسبت كل الاسطح فاضية ومسحتها بقى ولمعتها كده، وبرضو مشغلة جنبي حاجة تسليني كده وتنفعني اطلع منها باي معلومة. بجد لو طبقتوا موضوع ان انتوا تشغلوا جنبكم بودكاست كده بتاع اي حاجة عن اي حاجة هيفرق جدا جدا معاكم. المهم بعد ما لمعت وظبطت كل الاسطح ابتديت بقى اطلع الزينة بتاعتي. انا عندي زينة طبعا من السنة والسنة اللي قبلها، السنة دي جبت شوية حاجات بسيطة كده فروع، والحاجات اللي قدامكم دي طلعتهم بجنب الزينة بتاعت السنة اللي فاتت. انا السنة اللي فاتت ما كنتش فرشة المفارش بتاعتي بتاعت رمضان بصراحة، لان كنت عايزة اغيرها وفي نفس الوقت مفيش فرصة، يعني حاسة ان هي هتبقى زحمة قوي مع العفش والالوان والديكورات وكده. يعني كنت مبهورة بيها اول رمضان وجيت تاني رمضان استخدمها ما يعني زهقت منها، فرشتها مرة واحدة بس. فقلت لا خلاص المرة دي بقى هطلعها نعمل زحمة ونعمل زينة ومع الانوار وكده هنعمل قاعة اللؤلؤة زي ما بنقول. ففرشت كل الحاجات اللي عندي، اي حاجة عندي تنفع رمضان فرشتها، واي حاجة تنفع يعني الصواني ديت اصلا انا شايلاها بتاعه ديكورات وكده، انا اللي كنت عاملاها وملوناها على ايديا طلعتها برضو واستفدت بيها. اي حاجة تنفع استخدمتها. حتى البيبي لايت ده اصلا كان بتاع اعياد الميلاد والمناسبات اللي بنعملها في البيت، برضو طلعته وعملت يعني ظبطت الدنيا كلها كده. وتوتي كانت بتحتفل بس ايه فرحانة شوية. احنا كنا عاملين الزيطة بقى الاوفر ديت علشان هي بس تحس بالبهجة كده، علشان تبقى مبسوطة قوي بالاجواء، وكل ما تشوف مكان وشارع حاطط زينة كده بتبقى مبسوطة قوي. فعملنا لها الزينة بتاعت الشارع في البيت. بس بقى ده الشكل النهائي. قولولي بقى رأيكم ولا زحمة؟ يعني انا حاسة في شوية حاجات زحمة وعايزة اشيلها، بس قلت لا خلاص بقى يبقى السنة دي كده مختلف وبهجة كده وعقبال كل سنة يا رب وكل بيوتنا مليانة وعمرانة بالخير والحب والسلام دايما ان شاء الله. وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يعود علينا الايام بخير ورمضان كريم. وما تنسوش اشوفكم على خير تحت في الفيديو ان شاء الله، وباي باي. ماما